السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة حكايات رعب. قبل ما نبدأ متنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. نبدأ قصتنا ونقول بسم الله. في يوم وأنا راجع من الشغل كعدتي بعد الفجر ومتأخر شوية عن معادي اللي كان بيبقى دايما قبل الفجر بساعة. لا لقيت الست ولا حتى لقيت الكشك. الكشك أصلا ما كانش ليه أي أثر، لو اتهدم أو اتهد ولا البلدية شالته مثلا فكان هيبان إن أثر لكده، لكن ده مفيش أي أثر على إنه كان موجود من الأساس. كان في بعد الكشك بشوية فرن بتاع فينو، فرحت وسألت الراجل عن الكشك وقال لي باستغراب: كشك إيه ولا مؤاخذة يا باشا؟ أنا هنا بقالي 5 سنين وعمري ما شفت كشك، عمري ما شفت كشك في المكان اللي أنت بتقول عليه ده. الكلام نزل عليا زي جرد المية متلجة في عز البرد. مفيش كشك إزاي؟ أمال الست اللي أنا فضلت أكتر من 4 شهور أعدي عليها وأساعدها كل شهر دي كانت إيه؟ مشيت وأنا مش لاقي رد لسؤالي ولا أي مبرر منطقي للي بيحصل، وسمعت صوت الراجل وأنا بسيبه وبمشي بيقول: بطلوا بقى اللي بتشربوه ده. وصلت شقتي في آخر الشارع اللي المفروض على أوله الكشك. أنا سكنت الشقة دي من حوالي 6 شهور عشان شغلي، وأجرتها لأني من مكان بعيد عن الشغل، فقلت أقعد هنا وكل شهر أجمع أجازاتي وأقضيها مع أهلي. كنت دايما برجع من الشغل متأخر في حدود الساعة 2 أو 3 بالليل في الصيف، وكنت بعدي على كشك موجود عند أول شارع. بعد كام مرة لاحظت إن الكشك لست غلبانة وكبيرة في السن. مرة في مرة بدأت أتكلم معاها وحسيت بالغلب والعيشة الصعبة اللي هي عايشاها، فبدأت كل يوم وأنا طالع أعد أجيب منها مثلا علبة سجاير أو أي حاجة وأسيب لها الباقي. في الأول كانت بترفض، بس ظروف الحياة ممكن تجبرك على حاجات أنت بترفضها، وعشان ما أحرجهاش فضلت أتبع معاها السياسة دي: أشتري حاجة وأسيب الباقي، وكمان أجيب منها خزين الشهر من شاي وسكر وشوية رفايع تقريبا أنا مبستخدمهاش، بس عشان عزة نفسها ما تقبلش المساعدة. مع مرور الوقت بدأ يبقى بينا كلام أكتر، وعرفت إنها ساكنة في أوضة في بدروم العمارة اللي على بابها الكشك، وإنها اتجوزت لما كان عندها 18 سنة وما خلفتش إلا وهي عندها 40 سنة. واليوم اللي خلفت فيه وهم راجعين من المستشفى في طريقهم للبيت العربية سوزوكي التمناية اللي كانوا راكبينها عملت حادثة، وجوزها والبنت اللي خلفتها حصل لهم إعاقة، وقالوا للست إن جوزها وبنتها مش هيمشوا تاني، بجانب إعاقة ذهنية للطفلة بسبب الحادثة لأن راسها اتخبطت وهي طفلة رضيعة. لما حكيت لي حكايتها حمدت ربنا وقلت الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. الست دي فعلا حمالة وجبل، أكتر من 20 سنة صبرة، لا قالت هتطلق ولا زهقت ولا العيب منه وأشوف حالي، ولا حتى مرة ضعفت وقالت أشوف حالي. صبرت ولسه صابرة وبتعافر. لو بإيدي هديها كل يوم 1000 جايزة عن صبرها، والأكيد إن صبرها جايزته مستنياها في الجنة. افتكرت كل الكلام ده وأنا قاعد في البيت سرحان بعد ما وصلت ودخلت الشقة، وفضلت أكتب كل ده. يمكن من الشخبطة والكتابة والتفكير ألاقي مبرر واحد: إن الكشك اختفى، أو إزاي أصلا ما كانش فيه كشك. زي ما بتاع الفرن صدمني وقال لي وأنا سرحان، قطع تفكيري صوت طفلة بتعيط وبتقول: ماما. انتبهت وحاولت أركز من الصوت أكتر، وبعد ما قمت وفضلت أمشي ورا الصوت لقيته كان جاي من على السلم، وأول ما خرجت برا الصوت اختفى تماما. قررت أنهي اليوم العجيب ده وأدخل أنام، وتاني يوم الصبح نبقى نشوف القصة دي. وأعدي وأنا رايح الشغل
وعدي وانا رايح الشغل الظهر على بيت الست واسأل عنها. نمت واليوم عدى، ولما صحيت عملت الروتين اللي انا متعود اعمله كل يوم عادي ونزلت. وفي الغالب كنت باخد طريق تاني الصبح غير طريق الكشك اصلا. واللي خلاني شفت الكشك ان مرة رجعت من الطريق بالصدفة وشفته، فاشتريت من الست علبة سجاير. ومن هنا بدأت ازور الست وانا راجع من الشغل يوميا عشان صعبت عليا. والنهاردة قررت وانا رايح الشغل لأول مرة أعدي على الكشك بالنهار. وأول ما وصلت ملقتش الكشك فعلا، ولا كان ليه أي أثر نهائي زي ما شفته امبارح بالظبط. دخلت على الأوضة اللي هي قالت لي إنها ساكنة فيها، وكان شكل الباب بقاله سنين ما فتحش وعليه تراب الدنيا. باب قديم خشب ليه شراعة زي بتاعة بيوت زمان، وكان عليه آثار نار زي ما يكون محروق. وفضلت أخبط وأنا ما عنديش ذرة اقتناع إن ممكن يبقى في حد هنا، وهو الباب شكله كده أصلا. ولقيت واحد بيقول لي: خير يا أستاذ، بتسأل على حد؟ التفت ورايا وقلت: أيوة بسأل على أم رقية، أصل في ناس بتبعت لها حاجات شهريا كده وأنا اللي بوصلها الحاجات دي. لقيت الراجل بيضحك وبيقول لي: روح يا ابني، روح لحالك، روح لحال سبيلك، ولا شوف أكل عيشك وربنا يسترها عليك. أم رقية دي ماتت هي وبنتها وجوزها من سنين، وفي غيرك جم وسألوا وعملوا اللي انت بتعمله دلوقتي ده، وانا وغيري ضحكنا نفس الضحكة وجاوبنا نفس الإجابة. انسى، عشان لو دورت اكتر مش من كده مش هيحصل لك كويس. الراجل مشي طلع على فوق وهو بيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وانا عينيا متابعاه ومش مستوعب اللي قاله، وكل اللي في تفكيري ان ده حلم اكيد هصحى منه دلوقتي. مش ممكن يكون اللي بيحصل ده حقيقة ابدا، مش ممكن. طلعت ورا الراجل بسرعة ولحقته واعتذرت له على اني جيت وراه، وطلبت منه يسمعني ويجاوبني على اسئلتي. حكيت له كل اللي حصل وكل حكايتي مع الست، فقال: كل اللي انت حكيته ده يا ابني فعلا حقيقة، وهي ست اصيلة، وكانوا الناس سكان الشارع بيساعدوها هي وجوزها لانهم غلابة جدا. بس انت مش اول حد يحصل له الحكاية دي، كمان جوزها فعلا مات في الحادثة، وهي والبنت حصل لهم إعاقة، بس هما ماتوا بعدها بسنين لأن الشقة ولعت بيهم، وبسبب إعاقتهم ما قدروش يهربوا. ده كل المختلف عن القصة اللي انت حكيتها، وتقدر تسمع الحكاية من كذا حد لو مش مصدقني. معرفتش ممكن أرد أقوله إيه. شكرته واعتذرت له مرة تانية ومشيت. رحت الشغل وأنا في قمة الذهول والحيرة والجنون. مع مرور الوقت الموظفين ابتدوا يمشوا والمكان يفضى من حواليا. ساعتها سمعت نفس الصوت اللي بيقول: ماما. صحيت بسرعة على مصدر الصوت، ولقيت في آخر الطرقة اللي جاي منها الصوت طفل قاعدة على كرسي متحرك، وجنبها كانت الست واقفة وراها وماسكة الكرسي. خفت وارتبكت واتخشبت مكاني برغم اني شفت الست كتيرة جدا، مفترض اني اتعاملت معاها قبل كده حتى لو كانت عفريت بقى او شبح. لان المرة دي خفت فعلا، لان المرة دي انا قصاد حقيقتها. ما كانش في اي رد فعل خالص منها غير انها لفت الكرسي واخدت البنت ومشيت. خرجت من الباب وهو مقفول. ساعتها جسمي فك وقمت جريت على الباب وفتحته، بس ملقتش اي حاجة، اختفوا، اتبخروا الاتنين. الليلة غريبة مريبة ومش عادية ولا حتى قريبة من العادي. الشغل خلص وكان لازم اروح. رجعت بيتي بس مخي مش فيا ومش معايا.
عقلي لسه متعلق بالمشهد اللي شفته في الشغل. الست واقفة ورا الكرسي والبنت قاعدة بتعيط. أنا فعلا شفت شبح. مش عارف شفت شبح ولا أنا بيتهيألي. ومين الطرف التالت اللي اتكلم عنه الراجل بطريقة مش مباشرة؟ ولا ده أنا اللي تخيلته إن في طرف تالت هو سبب الحريق وموتهم؟ قررت إني مش هسيب الموضوع يعدي، لازم أعرف إيه اللي حصل بالظبط. أنا بحبش الحكايات المقطوعة، وكل اللي حصل ده خلاني حاسس إن في سر مستخبي، سر محدش عاوز يقوله، سر مدفون تحت رماد الحريق. قضيت اليوم اللي بعده في الشغل وأنا مخنوق، لأني كمان سألت ناس كتير في المنطقة وكلهم قالوا ابعد. فأول ما خلصت ما رحتش البيت، روحت على مكتبة قديمة في وسط البلد أنا عارفها، والمكتبة دي فيها كل الجرايد والمجلات القديمة بتاعة الحوادث. ولما وصلت وسألت عم محمد صاحب المكتبة واللي عارفني كويس على أي خبر حريق حصل في العنوان اللي كنت متأكد إنه كان بيت أم رقية، الراجل دور شوية في كومة ورق مصفر وقديم، وبعد شوية سحب جريدة من سنة 2004 وادهاني، وكان مكتوب فيها حريق هائل يؤدي بحياة أم وابنتها في ظروف غامضة. قريت الخبر بسرعة، لكن أول حاجة استوقفتني إن التفاصيل اللي فيه مختلفة عن اللي الراجل والناس حكوها لي. إن أم رقية والبنت ماتوا مع بعض جوه الأوضة، لكن الجورنان بيقول إن البنت ماتت الأول، وإن أم رقية فضلت تصرخ على بنتها جوه النار يمكن حد يلحقها قبل ما صوتها يسكت فجأة. قلبت الصفحة التانية بسرعة وعيني وقعت على سطر صغير في آخر الخبر: تحقيقات النيابة لم تستبعد وجود شبه جنائية، حيث وجدت آثار مادية مشتعلة في أحد أركان غرفة من غرفتي الشقة. قلت في نفسي مادة مشتعلة، يعني الحريق ممكن يكون متعمد. رجعت للجملة اللي بتقول إن البنت ماتت الأول. ماتت إزاي؟ ليه محدش قال حاجة عن الموضوع ده؟ وليه كل اللي سألتهم عن القصة كانوا عايزين نبعد؟ قلبي كان بيدق بسرعة، حسيت إني ماسك خيط مهم، خيط ممكن يربطني بحقيقة مدفونة بقالها سنين. قررت أرجع للمكان نفسه، الشقة اللي اتحرقت، يمكن ألاقي حاجة محدش لاحظها قبل كده. وقفت قدام الأوضة اللي كانت الست ساكنة فيها، نفس الباب اللي عليه رماد السنين، نفس الشراعة اللي مكسورة، لكن المرة دي ما كنتش واقف متردد. مديت ايدي ودفعت الباب اتفتح بسهولة غريبة، كأنه كان مستنيني اعمل كده. الريحة اللي طلعت من جوه كانت تخنق، ريحة رطوبة قديمة مختلطة بآثار الحريق، حاجة أقرب رماد متبخر بقاله سنين. المكان كان مهجور، بس كان فيه حاجة غريبة. التراب على الأرض كان متوزع بشكل مش طبيعي، كأن في حد كان ماشي هنا قريب، وآثار رجليه على الأرض. مشيت جوه الشقة أكتر لحد ما دخلت فوقفت لأن رجلي جت على حاجة معدنية صغيرة. ولما حطيت عليها نور الكشاف بتاع الموبايل ونزلت بسرعة أشوفها، لقيتها ولاعة قديمة لونها أسود مرسوم عليها نقش شبه الشعلة. بس الغريب فيها إن طرفها كان محروق. ولاعة في أوضة اتحرقت مع جملة تحقيقات النيابة إنها لم تستبعد وجوه شبه جنائية. الحريق ده ما كانش حادثة، الحريق ده كان جريمة. بس مين اللي ولع النار وليه وازاي؟ النيابة ما شافتش الولاعة دي، ولا الولاعة دي طعم ليا عشان أكمل؟
وعشان أنا كمان أموت. أنا كنت فاكر إن لما أعرف الحقيقة أرتاح، بس اللي حصل كان العكس تماما. الدنيا اتشقلبت في دماغي وبقيت حاسس إن الأيام دي مش هتعدي على خير. بصيت حواليا في الأوضة ولقيتها مكركبة ومحروقة، الإزاز مكسور والريحة تخنق، وحسيت إن الولاعة اللي في إيدي بقت تقيلة أوي، كأنها مش مجرد معدن، كأنها شهادة على حاجة بشعة حصلت هنا. الهوا اللي كان ساكن الهوا اللي كان ساكن في المكان اتحرك فجأة. دي مش مجرد هبة هوا، ده كان زي نفس حد واقف قريب مني، قريب جدا. حسيت ببرودة مش طبيعية ماشية، وداني فضلت تصفر ودماغي صدعت لحظة ما سمعت صوت وشوشة جاي من ورايا. حرقوني، حرقوني، وانا كنت شايفة كل حاجة. اتجمدت في مكاني، الصوت كان ضعيف ومكسور، وفي نفس الوقت كان مليان غضب مكتوم ووجع. ببطء لفيت راسي وكان قلبي بيدق كأنه بيحاول يهرب من صدري. الأوضة كانت ضلمة والكشاف ضوءه بدأ يضعف، بس شفت إن في حد واقف في زاوية الأوضة، حاجة جسمها ضبابي في هيئة بنت. لما سلطت الكشاف أكتر عليها وقربت، وشها ما كانش باين كويس، بس جسمها كان مشوه، جسم محروق، فستانها مليان بالسواد، وعينيها مليانة بالرماد، زي ما يكون حد حط في عينيها رماد، حاجة اتحرقت أو عماها بقصد. جسمي كله اتشل ولساني ما كانش قادر ينطق، بس عقلي كان شغال بسرعة جنونية. البنت اللي واقفة قدامي دي أكيد هي رؤية، هي ماتت قبل أمها، بس إزاي وبتقول حرقوني؟ يعني فعلا في حد ولع فيها قبل الحريق. سمعت الصوت تاني، بس المرة دي كان أوضح وأشرس. كان هنا، كان معانا، وأنا شفته وهو بيقول الباب. فضلت أصرخ وهو فاضل واقف يتفرج. مين كان معاكم؟ مين اللي قافل الباب؟ حسيت بحاجة بتتحرك بسرعة. فجأة كل حاجة حواليا اتغيرت. الأوضة بقت مضيئة، بس مش بنور طبيعي، كان نور وضوء نار بترقص. وسمعت صوت صراخ عالي ملا الدنيا. والأعجب من كده إني كنت شايف المشهد. رؤية البنت الصغيرة كانت قاعدة على الكرسي المتحرك بتصرخ وبتحاول تتحرك، بس جسمها مش قادر. وقدامها كان فيه راجل طويل لابس قميص نص كم، ووشه مش باين كويس، بس كان واضح إنه متوتر أو يمكن خايف. هو كمان ماسك حاجة صغيرة في إيده. لما ركزت لقيتها ولاعة شبه اللي أنا لقيتها. أنا كنت شايفها وهو بيبص على أم رقية اللي ظهرت فجأة. هي كمان كانت عمالة بتصرخ وتزحف على الأرض بجسمها المشلول، بتحاول توصل لبنتها، لكن الحريق انتشر مرة واحدة وكان أسرع، والراجل ده كان بيتفرج. رؤية بصت له بصات مليانة رعب، وقالت بصوت مخنوق: ليه يا بابا تعمل كده؟ وبكده تبقى خلصت حلقة النهاردة. يا ريت لو عجبتك الحلقة متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة. السلام عليكم.